عثر عند باب استراحة السامري واسكنوه الجن. شايب. بسم الله علينا وعليكم الرحمن الرحيم. قصة غريبة عجيبة، وأعدكم إن سمعتها من البداية إلى النهاية راح تعجبك. يقول عبود، يقول القصة هذه صارت قبل 19 سنة. يقول عمري ذاك الوقت ما بين 14 إلى 15 سنة. يقول كنت طبعا، يقول كان استراحة، هي عبارة عن حوش. يقول كان قسمين. يقول المهم كان يلحقني ولد عمتي. يقول وانا سبحان الله، يقول كان فيه شجرة زي اللي تمسكت انا فيها ابي ادخل يعني بسرعة، زي اللي يستهبلون كذا. يقول فاضرب في عتبة الباب. يقول يوم ضربت في عتبة الباب فطيح. يوم طحت الا في ناس واقفين، ناس ترى فيه طبول وطق. فقال واحد منهم وجع، خير وش فيك انت وياه؟ يقول وقعد اصيح من رجلي. فراح ولد عمتي وش قال لابوي؟ يا خال يا خال يا خال ترى عبود انكسرت رجله. يقول في ابوي يطير بني المستشفى على طول، يحسب انها كسر. ودونا المستشفى وما ادري ايش ولا لا شعوا وما ادري. قال ما في كسر، اللهم عندك زي يعني جاء زي رضه وجلخ على الجلد. ضبطوها ولفوا وما ادري سالم. يقول المهم رجعوا الحمد لله. يقول راح، يقول سبحان الله رجعنا للسامري. قال يعني كلفنا قريب المستشفى العام، قريب يعني ما اخذنا في المستشفى فوق 40-45 دقيقة. يقول المهم انا رجلي ملفوفة، ابوي قال اسكن هذا الهبال واصدع انت، اسكن انت هذا الجني ذا. الله سب ويلعن. يقول وانا جالس، يقول جالس مع عشان ابوي طالبني وهاوشني. يقول شفت انا شايب، يقول اشوفه يمشي في الميدان كذا شاق نص صف. استغربت حركة واحدة، انه ينقز ثم جاء لين قرب عندي وقف. يقول اطالع فيه زي اللي انا مستغرب يعني وش فيه. ثم نعود مشى ونقز وراح. ما قلت يبا ترى وش يبي ذا الشايب، ساكت انا ما ادري وش السالفة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ادري وش السالفة. يقول المهم صاروا الاهل وما ادري ايش. امي وش في رجله؟ ان ذا شيطان اذا ما يسكن اعوذ بالله موذي. يقول المهم جيت البيت نمت. يقول وانا نايم، يقول ما ادري وش اللي خلاني اصحى. لا بيخلوك تصحى، لازم تصحى. يقول لن، يقول كذا السبب لازم يشوفه المسبوب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المهم إلا باب الغرفة يوم انفتح. يقول بسم الله علينا وعليكم الرحمن الرحيم. يقول إلا فيه ذاك الشايب. يقول هو يمشي، يقول كذا، يقول كأنه يفح، يقول زي فحيح الحية. يقول يطالع فيني يناظرني. يقول شوي يوم التفت وناظر ثم مشى وراح. يقول أنا مخي ما قال ذا جني. يقول أنا وش قلت؟ وش تبي انت جاي هنا في بيتنا داخل؟ يقول يوم مشى التفت، يقول كذا يفع عليه. وش تبي انت؟ يقول وهز اخوي نفل. يقول وهزه نفل، وهز فيه هز. يقول يوم حسيت ان النور كان ضعف شوي حق السيب، الغرفة طافية لمبتها. يقول فالتفت فإذا هو قدامي طالع فيه وهز نفل هز. يقول في يمسك وجهي كذا، يقول قرب وجه حتى ما صار بيني وبينك شيء.
خال فك فك. يقول يوم مسكت انا يده، يقول انا الظاهر اني رمشت ما شفت شيء بعدها. يقول فقوم اخوي نفل، فقام انت وش فيك؟ وجع خير؟ قلت في شايب داخل بيتنا. يقول وقعد مجنون انت، وش اللي شايب يدخل البيت؟ طبعا انا شفت انه سفهني، خلي ارقد بلا مجنون انت. شوف اخوي الثاني اصغر مني بسنة، يعني ما عنده شيء. قلت خلنا نقوم ابوي ونوم. يقول المهم يوم نمت، يقول يوم جاء وقت، يقول العشاء زي اللي مبقي وجي يحمونه غدا لهم. انت هذا الشيطان يا لا من ذا الكلام يا موذي، عساك تسكن وما ادري ايش. قلت يبا ترى في شايب اليوم دخل ثاني مره انتبهوا وسكروا البيبان. قال ابوي وشو؟ قلت شايب دخل وما ادري ايش يسوي ما ادري ايش، ومسك وجهي وجالس قرب. قال انت حط يده على راسي. قال الطقه في رجلك ولا في راسك؟ قلت لا يبا الطقه في رجلي. قال لا ظاهر انك مسخن. وش اللي شايب وما شايب؟ يوم قالت امي بسم الله الرحمن الرحيم اصبر اصبر. ايش تقول؟ قلت انا في شايب جاي يمشي ثم دخل علي، وقلت زي اللي قلت خير انت وش تبي؟ جاء مسك وجهي. يوم جيت اقوم اخوي يقول كل هذا ليتني قلت لهم انه مسك وجهي، رمجت ما عاد شفته يعني فكني. قالت امي بسم الله الرحمن الرحيم. انت وينك طايحين فيه؟ قلت طايح عند الباب حق العرس. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه وبعدين؟ قلت طحت بسم الله عليك الرحمن الرحيم. لا 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 سم بالرحمن تعوذ من الشيطان. المهم جاء ثاني يوم، لا استغفر الله، يقول رحنا العشاء حق العرس عشاء. المهم يوم جاء العشاء وانا نتعشى، واذكر ان الشايب شفته. المهم انا اتعشى مع ابوي مقابلني، يوم قال تدري ان ولدي يقول انه شايف ان شايب وما ادري ايش ولا لا لا، وعقب ما لا يكون طايح الا على قلت اصلا انا شايفه حتى في السامري قبل. قال وشو؟ قال اني شايفه. شوي يوم قال ولد عم ابوي، قال وش تقول؟ قلت انه كذا وكذا. قال ولدك لا يكون مسبوب. شلون؟ شو يا ابن حلال اذكره؟ قال والله لا يكون مسبوب، انت بقول ولدك لا يكون ولدك طاح له على عرب وشكلها جعهم. قال سوالك شيء؟ قال لا بس مسك وجهي. قال لا لا ما عليه، عجل بنسأل فلان، فلان ذا يقول يستنزل يطيح. قال ابن حلال فكنا منه، وش نسوي؟ عجل يعني بنسأله يعني وش بيسوي يعني؟ قال انا اسال انا اعرف، هو يعرف السبب يعرف، يقولون يعرف يقول لا شاف الرجال يعرف من عيونه يعرف ما ادري ايش، يعلمونه ربعه. قال طيب نشوف، ما يعلم الغيب الا رب العالمين، هذه سواليف. المهم يقول يوم جاء طبعا الجن يشوفون بعض، يقول اول ما دخل عليهم معها قال تعال 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 لا تحكي ولا تقول ولا كلمه، لا تحكي ولا تقول ولا كلمة. جاب له كتاب دفتر يعني، أنت زالقا عند باب استراحة كذا وكذا، ويوم انك زلقت قال لك واحد وجع وش في يعني زي اللي يسبهم، وخذاك ابوك ووداك المستشفى، ثم رجع يكتبه كتابه، يقول ثم رجع للسامري وقعد، ثم شفت انت شايب، ثم لما رجعت البيت امسيت، ثم قمت وذا الشايب، ثم يعني يوم جاء العشاء، ثم قال لك فلان ان كذا وكذا وكذا. يقول جاب كأنه حاطنا مسجل وشغله لنا. يوم قال ابوه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من شر النفاثات في العقد. قال ما يعقب ويخسل أنت، هجر المساحر
قال أجل وش دراك، ما يعرف الأشياء ذي إلا إذا كانك تسحر. قال اطلع برا أنت وياه، اطلع برا أنت وولدك، ولا أعلمك وشوف ولدك ميل. غم الله يا ابن حلال اذكر الله، أنا مو قال اطلع اكفل ترى والله زعلانين. قال إما قام خالفتنا بر وجهه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قصده اني لا اجعل وجه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وجهه يكون ورا ورقبته علباه من ورا قدام. قال قم حالف، اما قمت انت من ذلك المكان يقول ترى بيكسر رقبتك. قم انت ولدك، قم دوروا طب عند غيري. يقول يظهرون الا يروح عند اللي ولد عمه. قال بسم الله علينا الرحمن الرحيم. قال يا ولد، قال كأنه جالس معنا. ثم من يوم قلت يا ولد ومن شر النفاثات، يا ولد وش ذا العلم؟ قلت له ساحر انت، زعل علي. قال خبر انت يوم انك تقول انه ساحر. قلت اجل وش دره؟ قال اقول غير الموضوع، يقول ان طردني، قال ما قمت كسرت انا رقبتك. فكنا من العطاري ذا. قال اجل اسمع، تبي علمي؟ قال نعم. قال اقرا على ولدك. قال وشو؟ قال اقرا على ولدك. قال ابدا انا اقرا على ولدي. يقول قال ابوي صار يقرا على عبود، اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس. قال قم عني يا رجال، والله ما فيك شيء، الظاهر انك تهوجس ولا تحلم. اخي كان نطق اللي معك ولا خله. يقول مرت بي الايام، يقول العب مع البزارين وطابت رجلي ولا لا اخره. يقول جاء مناسبة للعائلة، يقول خذوني. المهم يوم خذوني يقول وجلعب. يقول يا ولد، يقول وانا جالس رجلي تقول كان فيها جمرة تحت، شوي اللي قاعد اصيح من رجلي. ولد عمتي ذا الملقوف طار لابوي، طبعا عدروا عن ان في سكن وما ادري ايش، وانه تحلم وانه بسم الله الرحمن الرحيم. جابوا قال وش فيك سلامات؟ قلت انا رجلي وقعد اصيح. قال راح ادخل عند الحريم، لا تقعد هنا. يقول واروح اطق يما انا رجلي توجعني ما ادري ايش ولا لا ما ادري، رجلي احس زي النار وكان فيها مسمار. قالت لا حول تسام تعوذ من الشيطان، ما عليه لا ظهرنا بدنا ندهر رجلك ونلفها. يقول مر ذاك اليوم أسوأ الأيام. يقول يوم جيت البيت، يقول أول ما وصلت كأن الألم وذاك كله راح. يقول سبحان الله بعدها صارت تجيني كوابيس وأحلام، كوابيس، ثعابين تلحقني، تظهر لي فيران بسم الله علينا عليكم الرحمن الرحيم، عقارب. يقول كل ما قمت أقول لأمي، شوي لها وقالت واحدة من خالتنا أبو بليسكم اقروا على ذا الولد، لا تخلونه ما دامكم تدرون شكله معور، لا يسرون به في ليل وانتم ما تدرون. قالت بسم الله الرحمن الرحيم تفاول خير بنت الحلال، وش اللي يسرون به؟ أجل لعبة. قالت والله عاد كيفس. قالت من اللي يقرأ؟ قالت روح عند رشيد خليه يقرأ عليه. قالوا رشيد. يقول طال عمرك إلا وجهي إلا يجيني، يقول ما شاء الله تبارك الرحمن، يقول وجهه منور. أو قال لي سألني قال وش فيك يا بابا؟ قلت والله يا بابا أنا من بابا أنا كبير. قال طيب وش فيك يا عمي وش فيك؟ يقول ويعلمه أبوي السالفة من طقطق إلى السلام عليكم. يقول بدأ يقرأ علي، يقول يقرأ، يقول شوي إلا وتذكر لي موقف مضحك. يقول ضحكت يوم قال الراقي استغفر الله ايش فيك؟ قلت له ما فيني شيء. شوي يوم طالع فيني ابوي، يقول اشوف وجه ابوي ويسوي زي الحركات، يقول واضحك. يوم قال انت يا رشيد ذا اللي يقرأ، قال خذ ولدك واطلع. لا شيء وش فيك؟ قال خذ ولدك واطلع، ولدك ما في شيء، ما في الا العافيه. قال اقول خذ ولدك واطلع، ما في شيء، ما في الا العافيه. يقول مع اني انا
في شيء يجبرني اني اضحك. يقول المهم قررت انا والوالد ياخذ نرجع البيت. يقول لك ويجيب ابوي لي الغاز، انا اللي فيك وجاء الشوط. يقول والله اني رقدني وانا ارغي. المهم يقول وانا ارغي ابكي اصيح. يقول الا ويجي ذاك الشايب. يقول كنا قاعدا على الفراش، يقول مثبتني تثبيت اللي يسمونه التصليب. يقول بلا طالع وكانه يمسح على صدري ثم يمسح على خدي. يقول لي ما عليك انا اوريك فيه، ما عليك انا اوريك فيه، ما عليك. يقول صوته ضخم. يقول يا منفلت طق ابوي انا ابوي طقني. يقول كذا اقول له. يقول ابو شرنقه كان في سلم فوق الدولاب في غرفة امي. يقول منزله على ساقه. والله يني اسمع صياح ابوي، اني اسمع صياح لدرجه اني انا فرحت. يا رجاك. ويروح ويجبصون رجل ابوي. قعدت رجله 4 شهور مجبصه. يقول انا فرحان الرجل ابوي كسرت. الولد ذا اعوذ الله من شر الولد هذا منه. انت والله انك انت جني، انت السبه، انت الظاهر ان انت موذي. يوم قالت ابن الحلال وش اللي موذي؟ يمكن قال وش سلم بيتم له شهرين فوق مثبت، وش اللي طارحه على رجلي؟ وش جابه يا ابن الحلال؟ يمكن قري قحر الدولاب. قال وش ما سلم؟ قال ممكن انه زلق شيء. قال وش اللي يزلق مثبت في اللوح يردعه كيف يطيح على رجلي؟ الولد ذا في بلع. يقول من عقبه ابوي لجأ يهاوش، انت اعقل اسكن لا تخليني ادعي عليك. يقول صار يقول كذا وكنت اخاف. لا قال ادعي هجد. يقول تمر الايام. ويقول يوم صار عمري تقريبا 18 سنه وصرت انا عاد اروح طقطقه وناسه وسعه صدر. يقول ما كنت اروح سوام رغبتي ما اروح. يقول احب اروح اللي يعني يسمونه طرب وكذا. المهم جاء يوم من الايام طفشني قاعدين في الحاره. قال العيال في سامي. قلت لا ما ابي اروح. قال يا ابن الحلال انت ما فيه طيب انا بنروح ذول يلعبون كويس. قلت لا والله ما فيني. في واحد من العيال عزه وقدره. قال ابن الحلال مش خلنا نروح. قلت يلا قال وش معنى يعني عشان فلان بيروح بتروح؟ قلت ايه عشان فلان اذا بيروح خلاص تبيها كذا خلاص تروح انا بروح. قال اوكي. يقول المهم واروح. يقول المهم لعبوا سامري تقريبا من الساعة 12 إلى الساعة 1:30. شوي إلا قام واحد يون شوي إلا يوم شالوا ذيك الشيلة. يا أخوي عطني عصاي. طبعا هذه الشيلة معروفة. مشعل يقول إنها كانت شيلة لسامري قديمة. مشعل أبو ناصر معروف فنان خبيتي ومن الأساتذة الكبار. يقول يوم قال يا أخوي عطني عصاي. الظاهر أن أول من شالها مشعل بعد شالها في الخبيتي. يقول يوم قال يا أخوي عطني عصاي. يقول فجأة شعرت زي اللي تقول شفت الكهرب لامسكك. طبعا بسم الله علينا وعليكم اللي يقول كش جلدك. طبعا بعض الأحيان لو جلست في مكان وشعرت ان جسمك بدأ يكش عليك وتحس عيونك بتدمع غير المكان وتعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم يعطيك علامة. طبعا في البيت نادر. أنا أتكلم الأماكن المهجورة وكذا. إذا حسيت بقشعريرة وجلدك يكش وتحس انك تبي تصيح ابعد. اعرف المكان. واخطرها لما يجيك تحس شيء قوي يهزك هز، هذا انتبه هذا شكله ناويك وخر. لانه ممكن يتطور الحين يعطيك شيء احساس تحس
ممكن يتطور يطلع لك يقول أنت ما تفهم، أنت وش جابك هنا. هذا عاد ممكن مخك يفرط، عرفت؟ يفرط عندك، ممكن يخلط الماء مع الزيت، تمشي تصفق في الجدران. اختارها اللي يطلع لك وانت خايف. يقول المهم يوم حسيت انا بالقشعريره واللي جاتني كذا، يوم قلت يا عيال انا ابي امشي، يا عيال ابي امشي. يقول يوم وقف قال لي واحد منهم وش فيك؟ يقول يوم طلعت انا فيه، يوم قال وش فيك احس ان وجهه كانه اللي مال كذا بدا يتغير. قلت وخر. يقول يوم التفت الا اشوف ذاك الشايب. يقول ذاك الشايب زي اللي كانه مسك وجهي كذا. يقول بعدها ما عاد ادري انا في يد مين. يقول ما وعيت الا انا واحد من العيال يقول ماسكني حزام، يقول طالع الجدار طالع السماء وناظر. يقول شويه اللي يوم دفيته بقوه، لا اله عبود اذكر الله. يقول التفت يمين يسار وتذكر ذاك الشايب. قلت لا اله الا الله لا اله الا الله. يقول وافتش، قلت مفتاحي اغراضي معه. قال يقول واخذها منهم. خلاص يا عيال احسب اني انا هذا بيتنا ذا، لان البرحه اللي انا فيها احسب انها برحه بيتنا. يقول جيت يوم قال لا 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 مو بهنا، انا مو بهنا، يعني ببيت واحد من العيال ثاني. قلت لا بيتكم مو بهنا، باخذون وركب السياره يودوني. قال اكيد انت طيب يا ابوي. شوف لي واحد منهم يقول انت ساري ساري. قال يا ابوي انا عبود وش اللي ساري؟ قال ايوه شكلك انت الى الان، شكله الى الان اللي معنا. قال لا ما معي انا عبود. خلاص يا ابوي خلاص، لان في واحد من العيال اسمه ساري. قلت لا لا خلاص انا ما فيني شيء. يقول وادخل البيت وتعوذ من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وادخل الغرفه والقى واحد من اخواني جالس يلعب. انت صاحي؟ يقول تغير، احس اني فيني ثقل وبرود. بعدها احس انها لي صرت انا اتكاسل، احس انه جاني برود ورعجب كذا وانا والله تعبان. يا ابوي انت شايب هذا؟ يوم قال ابوي اكيد شايب من الموذي اللي معه، بسم الله الرحمن الرحيم الله يكفينا شرك وذاك. لا تروح، انا تبيني اروح؟ انا قلت لا لا يبا لا تروح خلاص اقوم. يعني صارت نفسي كاني ثقيل. واحد من العيال اسمه عبد الرحمن، خوي اللي يعزه وقدره اسمه مشعل. قال يا ابوي ذا خويكم نصاب مسوي على امنا راي سكن وراي جن، ترى كذاب، لا في لا جن ولا شيء، قد يهبل يصد علينا. راح انت يا مشعل قابلني، طبعا قال وش دراك ما ادري ايش. قال يا ابوي انا نعرف الجن ونعرف هذا يجي يخرط علينا، في لا جن ولا في شيء. كلمني انت يا مشعل، قال ترى عبد الرحمن يقول انك نصاب كذاب ما فيك الا العافيه. طلعت فيه قلت كيف يعني كذاب نصاب؟ يعني وش يبي بالضبط؟ قال يعني انك انت يوم انك استنزلت يعني يقول ما فيك شيء. قلت يا ليت ما فيني شيء، كنت اتمنى اني انا اللي اسوي الشيء ذا من نفسي، بس لا فعلا انا شكل الشايب رجع. قال لي شايب ايش؟ قلت شايب كان في جني يطلع لي شايب اول وانا صغير وشكله رجع لي ذا الحين. قال انت من جدك تتكلم؟ قلت ايه من جدي اتكلم. بعدين واذا قال اني انا كذاب يعني وش تبين اسوي له؟ قال لا يعني يقول لو في جن ولا ذا يعني يثبت يورينا الجن اللي معه، مو بيقعد يخرط علينا ويسوي يقعد يسببنا شو يعني يشوفوني انا مستنزل وخذوا اغراضي وكذا كذا. قلت ايه اوكي. بعدين هو لا شافني كذا انا طايح يجي يقول لي في ذا كنت. قال ايوه حلو خلاص يعني ثاني مره اذا رحنا لعب. قلت وانا من قال اني بروح؟ قال انت تقول لا شافني. قلت اذا شافني بس انا اروح ما ثاني، انا بطلت ما عاد اروح. يا ابن الحلال غير. قلت مره. بعد 4 أيام الشايب تالني مع اذني، اسمع انت طحطنت علي وسكت، بس ان اللعبه تحرمني منها لا، زي اللي انا فهمته الان
من القصة هذه أنه لما طاح عليهم زي اللي تكشف لهم وتكشفوا له، من بعده يصيرون مخاوينه. يعني إذا ما رحت إن ما نقدر نروح، لابد أنت، هذا اللي أنا فهمته، يصيرون معه على طول. أو إن هذا الشايب كان ناوي سبب وما لقى إلا هذا الرجال الولد ذا عشان يطيح معه. يقول يوم مسكني وزرني في ذني، يقول من بعدها أشعر إني في ضيق وهم لدرجة العيال يا ابن الحلال ايش فيك؟ اطلع قلت يا عيال احس اني زهقان طفشان وما ادري ايش، مشوني يطلعون بيبوني ما ادري ايش، شغل لي شريط. يقول ما هو بسامري، يقول انا متاكد انه خبيتي ما هو بسامري. يقول احس اني انبسطت واستهسعت صدري وكذا قلت يا عيال انا دريت وش علتي، وترى الرجال جايني عبد الرحمن ذا مو معنا. قال اللي يسوق قال بسألك يعني صدق انت فيك جن وما ادري ايش ولا لا، لانه هو يقول انك تكذب وما ادري ايش، وفعلا يعني انه ما نذكر ان فيك جن. قال قلت لهم قلت الا انا يوم اني كنت صغير وصار لي كذا وكذا والشايب وترى جاني وما ادري ايش وقال لازم تروح ولا لا. يقول انا على نياتي اقول الكلام ذا، ما همني فحد. يقول اقول ذا الكلام يعني مو معنى بعضهم يقول لك انا ما ابي اكشف سري عشان ما يطير اللي معي. يقول انا جالس هذري اقول الكلام ذا، ما همني ذا الجني قاعد راح ما همني. يقول المهم جاء في لعب دروا عنه العيال، قال انت يقول في ترى في لعب كذا تبي تروح معنا، بس ترى مو بسامري خبيتي، مع اني انا طايح في خبيتي يا اخوي عطني عصاي هذه شيله خبتيه، هي سامريه بس يشيلونها لحنوها الشيله خبتيه. يقول جينا، يقول في ذاك اللعب يقول انا اسمع اغاني بس ما قد سمعتها بخبيتي. يقول بعدين يقول اتذكر يمكن اللي يسمونه الحبشي ذا، انا جيت ما عجبني الطق، طبعا معنا ذا اللي اسمها عبد الرحمن، جيت قلت ماذا يا اخي اذا تبي تقول كلام قلها في وجهي لا تقول في ظهري. قال يا ابوي اقولها في وجهك انت نصاب فيك جن ورنا اثبت لنا، وهذا الان هذا لنا في اللعبه، تبي لعب تبي نطلع انا وياك نروح ورني طيبني يلا طيبني. طبعا اقوى تحدي واقوى طيبني، كلمه طيبني في وجه اللي فيه ربع، بس بعضهم ممكن يحضر ونذل يقولوا هو مين عشان اجي انا اطيبه، من يكون بعض الجن كذا يقدر، انت من انت عشان اجيبه يطيبك، انت مين تتحداني انا بطيبك، تتحداني بس شوف ممكن اكسر فيك شيء، هذا عاد هذا الله يكفينا وياكم الشر. لان تخيل يجيك واحد يقول على سبيل المثال مثلا جنيه مثلا في البحرين ولا في عمان ولا ذا، الو بهشوش ابيك تجي من عمان الطيب خويي لأنا مكذب إنه الحين تبيني أجي من عمان عشان أطيب السلتوح اللي عندك ذا، عمره ما صدق، بس الوعد إن شاء الله لأن أشوفه أنا بعدين أفضله. ترى ما هي بزينة والله مو بزينة، ما عليك منه إن شاء الله يكذب خليه يكذب الله أكبر. يقول المهم جي قلت له يا أخي عندك شيء؟ كان قلت له قال المهم يلا طيبني. قلت وشو؟ قال طيبني أبيك تطيبني. وشو أطيبك يعني كيف؟ ما جبت معي طيب. قال تستهبل، شفت انك نصاب كذاب ما فيك شيء، طيبني يعني خلي السكن اللي معك يطيبني. قلت ايه خير اوكي. يقول جلست، طبعا انا ماسك بعد ما اخذ على جنبه. يقول المهم انا زي اللي يعني حقدت عليه، قلت يعني انا مفكرني اني يعني ادعي بالجن وانا اكذب، انا ما ادعي، هو جني وجيني طيب ايش المشكله؟ وش حارق رزقك؟ ما ادري. يقول جت شيله، يقول اللي سمعت فيها شيبه وما ادري ايش، يمكن تقصد بو شيبه غطى بالعيون اذا كان حبشي. يقول انا يوم شفته فرحت وخفت. يقول هذا اللي اسمه عبد الرحمن يقول قام يركض يصارخ، يقول ما شفناه الا ما شافوه العيال الا بعد تقريبا 13 يوم. طبعا انا لعبت وما ادري ايش وصريت في المكان نفسه، صريت في المكان نفسه، بس اني مهدود حيلي ورجلي توجعني.
كل العيال قالوا يا أخي وش فيه ذا؟ سألته قلت أنا أخويك. قال والله ما أدري، أنت بعد ما طحت رحت كذا يعني رحت للميدان، الرجال قام يركض ويصارخ. يقول بعد 11 يوم شافوه العيال، وش فيك أنت وش اللي صار؟ وش اللي ما فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبوي ذا خويكم. يقول هو رايح للميدان، يقول التفت علي، يقول يوم التفت علي إلا جاني مثل البعير، يقول يركض قدامي، يقول فانحشت. قال ما كنت تقول إنه كذاب ما في شيء؟ قلت لا 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 هذا مو بكذا، هذا شيطان، هذا عفريت. ولا توبة مقروع ما لي دخل فيه. تستاهل يا وش عليك من تستاهل، حقك ما جاك، خليه يكذب. يقول المهم صرت أتجاسر، لعبين 3 4 5. يقول المهم بدأ الناس يعرفون إني أطيح واستنزل. يقول كان في واحد زي اللي سبب جعجعة في الميدان، قام يدف هذا ويدف هذا، كله كذاب اللي يقول أنا جني ما أدري إيش ولا لا لا لا، وياكل هو جمر ياكل. خوياي يطالعون يتلفتون فين، ايش فيكم؟ قال ما أدري بس هذا اللي يقول اللي فيه جني يورينا ما أدري إيش. قلت طيب، قلت ما أدري يعني عائد يعني ما أنت بسوي شيء؟ قال بسوي ايش دخلني أنا، ما أوجه الكلام لي يعني ايش دخلني فيه. يقول إلا ذاك تحس الشيء اللي كأنه يخرق ظهري من وراء. يقول صرت أنا زي كأني قوس. يقول بعد ما صرت أنا قوس، يقول ما أدري العيال ما أدري وش اللي وقفك وقفت. يقول قمت أطالع الرجال ذاك، يقول لك كالعادة أنا أعرف وش نجيب لك عصا ونربط الظهر. يقول إن ذاك الرجال قام يهز وهو واقف يهدر، يقول يوم لو فضيك اللفظة على ظهره. يقول أنا أنه قايم وراح عند أخوياه خذ شماغه ودز طلع. يقول هذا اللي سواه. يقول ثم قمت ألعب والناس كملوا خلاص اجلسوا يا عالم اجلسوا أدري إيش، واستمر لعبهم وطقطبوا بالهم مصطح. يقول سبحان الله ما أدري هل هو يحس إني أعز ذا اللي اسمه مشعل ولا ما أدري. يوم من الأيام يقول طايح في، يقول سامري يقول كان في استراحة كبيرة وفيها غرف معي. يقول إن شايبك ذا المرة معي، يقول خلوني أنا ومشعل. يقول كالعادة يجون يمسكون من وراء الحزبون. يقول جابه دخلني داخل في الغرفة، هو عفوا جاب مشعل ودخل وياه يعني في الغرفة. يقول أنا ما أدري. العيال اسمعوا واحد يهدر بس هذا صوت مو بصوت. يقول يوم فتح الباب أنت يا اللي معه، قال خذوه ودوه هناك. طبعا أنت يا مشعل بعد أنا سريت بعد أشوف مشعل طايح. يقول ما أدري عن السالفة. يقول وصلنا عند بيته وهو لسه يعني نازل. يقول عود نزل عليه ثاني مرة. يقول العيال إنه هو اللي سرى اللي مع مشعل. مشعل يوم قام اللافط وذا شوي يوم دفنه كذا واخروا عني ليش تبي مني. يقول شوي اللي يوم دخل البيت زي اللي يعني زعل من الحركة ذي. يقول يتم له تقريبا 2 شهر أجي وكلمه ما أدري إيش. قلت له أنا والله مالي دخل مالي دليل. أنا قال لا بس هذا منك يعني يمكن لك أنت. قلت والله لا كلمت له ولا قلت له شيء ولا لا آخره. اللي معك أنت يا عبود راح المشعل الشايب جاي على شكل من؟ على شكل عبود.
شافه مشعل، أنت كيف دخلت هنا وش تحسب؟ قال اسمعني خلني أكلمك. قال ترى أنا مالي دخل، أنا شفت عبود يعزك ويقدرك قلت لازم أجيك. قال أنت طيب عبود وش اللي ذا؟ قال اسمع أنا ماني عبود. يقول وضرب على جبهته من هنا. يقول يوم ضرب على جبهتي يقول حسيت إني، يقول ما أدري، شفت النعاس الشديد. قال أنا ماني بعبود، أنا الشايب الجن اللي مع عبود. يقول بديت أفطن له وأعرف. يقول يوم بدأ يقول جمعت نفسي أبي أحاول أرد أتكلم. يقول ما عاد شاف شيء قدامه. يقول 3 أيام إلا تصالح أنا والرجال، وصار بعدها أنت يا مشعل تطيح وعبود تطيح. بعضكم ممكن يسأل يقول وش إثباته؟ يقول إثباتي، يقول مرة العيال اللي يقولونه طبعا مشعل ما بعد طاح، يقول مشعل ما بعد طاح. يقول طالعين، يقول كنا في استراحة ذي برا يعني المدينة اللي هم فيها. قال لهم أنتم ما قد شفتوني أثبت ولا برهن لكم. قال لا أنا مصدقينك أفا عليك وما أدري إيش ولا. قال امسك هذه عصاتك. فك الشماغ اللي معه اللي مربوط بها. يقول قام يلويها 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 يلويها، ثم يوم ضربها في الأرض. يقول يوم سحب الشماغ، يقول يوم حط، يقول عصاته، يقول العصا اللي هم متكي عليها، يقول شفنا وجه، يقولوا عصا بين ان العصا هذه يعني مو بعصا شغل انس، شغل جن. وقال شفتوا عصاتي، هذا اثباتي وبرهاني. انت اعطيتني عصا ولا اعطيتني عمه؟ قال لا اعطيتك عمه. قلت هذا من وين جايه؟ قال اكيد جايه من عندك. قال صدقتوني. يقول انا اقدر اثبت وابرهن لكم اكثر، بس انا خايف على عقولكم يا عيالي، وترى عمري 900 سنه. يقول هذا اللي قال لي. يقول بعد الاشياء هذه اللي صارت ما يقدر يحكي في ولا شيء. يقول والله انا طفشان منه، ودي ذا الشاي بيروح في حاله. يقول يوم قالوا لي وقال لي مش قال ترى يقول عمره 900 سنه، كنت ممكن يعني ما ابي اذكره بس اخاف انه قريب يحوس هنا نايم. يقول فعلا جاه نايم. قال لو غلطت علي خليتك 3 أيام صاحي. إذا أعجبتكم مثل هذه القصص لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وروحوا لقناتي الثانية للمزيد من القصص. وأظن أن اليوم أطربتكم وبسطتكم قصتين، صح ولا لا؟ فلا تقصرون معي في اللايك. هل اللايك يضيق عليك إذا أعطتني إياه؟ لا. هل الكومنت الجميل اللطيف يخلص عليك حبر الكيبورد؟ لا. لأني إذا شفت في حماس منكم تحمست وصرت أقرأ وأقرأ، شفت عيوني دي ترى لعيونكم. سلام يا معلمين، اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. السلام عليكم، نلقاكم في قصة قادمة.